خلينا اسالك سؤال بسيط قبل ما نبدا. انت بعد ما الارجنتين كسبت كاس العالم 2022 حسيت بايه؟ لو اجابتك كانت من اول ماتش السعوديه وانا حاسس او التاريخ بيعيد نفسه فما تقلقش، انت طبيعي جدا، مش عبقري ولا خارق ولا حتى محلل، انت مجرد انسان ومخك بيحب يحكي القصه. مخك مش بيحب يقول اللي حصل ده معقد وفيه صدف وظروف وحاجات من دي، مخك بيحب يقول لك استنى ده حصل قبل كده. من اللحظه اللي الارجنتين رفعت فيها الكاس ابتدى المخ الجمعي يعمل حاجه واحده بس، من اللحظه اللي نهائي صفاره فرنسا والارجنتين ضربت فيها وقبل ما الكاس يفارق ايد انفانتينو حصلت حاجه غريبه جدا. الناس كلها ما بصتش لقدام، محدش قال الارجنتين عملت ايه صح، كله بص لورا. الناس كلها رجعت بالزمن كأن البطولة دي مش كفاية غير لما نلاقي لها معنى أعمق، ودي مش مجرد كورة وحاجات من دي. رجعنا لماتش السعودية، رجعنا لضربات الجزاء، رجعنا ل 1978، رجعنا للتاريخ كله كأننا بنحاول نقنع نفسنا كل اللي حصل ده ما كانش عادي. رجعنا التاريخ كله كأننا بنحاول نقنع نفسنا إن اللي حصل ده ما ينفعش كان يحصل غير كده، وإن النهاية دي مستحيل تيجي من غير كل اللي قبلها. وهنا بالظبط ابتدت مغالطة الحتمية بأثر رجعي تشتغل بكامل طاقتها. الفكرة في المغالطة دي بسيطة جدا لكنها مخيفة. اول ما بتعرف النهاية مخك بيرجع لك تاني ترتيب الاحداث عشان يخليك تفتكر ان النهاية دي حتمية وكده كده كانت هتحصل، وان اي طريق تاني كان مستبعد او غير منطقي، حتى لو وقتها ما كنتش شايف كده خالص. خسارة الارجنتين من السعودية اللي كانت وقتها صدمة قوية وموجعة اتحولت بعد الفوز بالكاس من لحظة شك وانهيار الى لحظة عبقرية واسطورية. فجأة بقى في ناس بتقولك ان الخسارة دي كانت ضرورية وانها كانت صحوة وان الفريق لازم يقع علشان يقوم، مع ان ولا حد من الناس دي قال نفس الكلام ده ساعة الماتش لما خسر. وده جوهر الحتمية بأثر رجعي، احنا مش بنغير الحدث، احنا بنغير تفسيرنا ليه علشان يناسب النهاية. ومع الحتمية بأثر رجعي دخلت مغالطة تانية على الخط من غير ما ناخد بالنا اسمها مغالطة التزامن. الخسارة حصلت وبعدها الفوز حصل، فمخنا قرر تلقائيا ان الاتنين مرتبطين وان الاول كان سبب في التاني، مع ان مفيش اي دليل حقيقي على ده غير ان الاتنين جم ورا بعض في نفس القصة. وده نوع التفكير اللي يخلي واحد يقول لك من ساعة ما غيرت الجزمة دي وانا بلعب حلو، او من ساعة ما حلقت شعري والحظ واقف ضدي. لان العقل بطبعه بيكره ان الحاجة تحصل من غير سبب واضح وبيحب يربط الاحداث حتى لو الربط ده وهمي. الارجنتين خسرت وبعدين كسبت، احنا بقينا نحكي القصة كأن الخسارة كانت في خطة النجاح، مع انها ممكن جدا تكون مجرد خسارة عادية، يعني الفريق تجاوزها وعاش عادي يعني، بس المخ ما بيقفش هنا. لما بدأنا نرجع اكتر في التاريخ دخلنا في مرحلة وحشة وهي التزامن الانتقائي. انا حاسس ان الحلقة دي فيها كلام كتير كده في انتقائي بتاع، يعني في مصطلحات وحش يعني ما لهاش لازمة، صح؟ مش مشكلة. التزامن الانتقائي، احنا ما رجعناش نشوف كل تاريخ الارجنتين ولا كل كؤوس العالم ولا كل السيناريوهات الممكنة ولا كل الماتشات، احنا رجعنا ندور على حاجات شبه اللي حصل في 2022 وبس، وسيبنا اي حاجة تانية ما تخدمش القصة. لقينا الارجنتين في 78 خسرت ماتش في المجموعات وجابت ضربة جزاء في الماتش التاني وفي الاخر كسبت الكاس، فاحنا قلنا بس هو ده. محدش سأل عن كل المنتخبات اللي خسرت في المجموعات وخرجت، ولا عن البطولات اللي اتكسبت من غير اي خسارة، ولا عن الظروف، ولا عن اللاعبين، ولا النظام، ولا العالم اللي كان كله مختلف تماما. احنا اخترنا اللي ينفع القصة وسيبنا الباقي. وفي اللحظة دي العقل عمل حاجة بيعرف يعملها كويس قوي، ان هو كتب سيناريو كامل. مغالطة كمان بس معلش دي ظهرت دلوقتي، مغالطة القصة المتكاملة. بقينا نحكي البطولة كأنها فيلم، بطل كبير في آخر فرصة، سقوط مؤلم في البداية يؤدي إلى الشك، ضغط، دموع، وفي النهاية قيام وانتصار ونهاية مثالية. قصة جميلة ومؤثرة ومناسبة جدا للسوشيال ميديا، لكنها مش بالضرورة حقيقية. الكورة ما عندهاش التزام درامي، مش شرط البطل يتعذب علشان يكسب في النهاية، ولا ان الخسارة تكون مقدمة للنجاح، ولا التاريخ يعيد نفسه بكل تفاصيله علشان يرضي احساسنا. لكن لو القصة جاهزة في دماغنا اي تفصيلة صغيرة تبقى دليل، تغيير اسماء الشوارع يبقى التاريخ رجع، ضربات جزاء يبقى قدر او تحكيم، مع ان كل الحاجات دي يا اما حصلت بعد الفوز او ملهاش علاقة مباشرة بالملعب، او مجرد رموز احنا حبينا نديها معاني اكبر من حجمها. ولو وقفنا لحظة وفكرنا بهدوء وسألنا نفسنا ماذا لو ركلة كولومواني دخلت، لو مارتينيز اتأخر نص ثانية، لو ضربات الترجيح مالت ناحية فرنسا، هل كنا هنحكي نفس القصة ولا كنا هنحكي قصة مختلفة تماما بس بنفس الثقة واحنا بنقول عارف ان ده يحصل من الاول؟ وده يوريك ان دايما القصة بتتكتب على حسب النهاية مش العكس. الحقيقة اللي ممكن تكون مملة شوية مقارنة بالقصة ان الارجنتين كسبت علشان لعبت كورة كويس، لانها طورت شكلها خلال البطولة والتزمت تكتيكيا وكان عندها لعب
تاريخي في لحظه استثنائيه، وان الحظ زي اي بطوله كبيره حضر في لحظات معينه من غير طلاسم، من غير اشارات كونيه، من غير ما التاريخ يعيد نفسه حرفيا. في عمق اللي حصل في قصه الارجنتين وعمق كل المغالطات اللي دخلنا فيها من غير ما نحس، في احساس واحد مشترك، احساس نادرا ما نعترف بيه بصراحه لكنه موجود طول الوقت، احساس اننا عايزين نحس اننا فاهمين وان اللي حصل ده كله تحت السيطره، حتى لو السيطره دي اي كلام، سيطره وهميه. الكوره بطبيعتها لعبه مرعبه لاي عقل بيحب النظام، لانها لعبه مفتوحه مليانه احتمالات، تفصيله صغيره ممكن تقلب كل حاجه، كوره واحده تغير تاريخ بلد، ودي حاجه صعبه على العقل ان هو يستوعبها. فعشان كده لما تحصل نهايه كبيره بحجم اللي احنا شفناه في قطر، المخ ما بيكتفيش انه يقول ده حصل، لا هو عايز يعرف ليه حصل، ويفضل ان السبب يبقى واضح ومفهوم وقابل للحكي. وهنا بالظبط بيظهر وهم السيطره. لما نقول ان الارجنتين كسبت علشان خسرت ماتش السعوديه او علشان التاريخ بيعيد نفسه في تشابه مع 78، ان الحقيقه كده مش بنحلل الكوره، احنا بنحاول نسيطر على الاحساس بالعشوائيه ده. احنا بنقول لنفسينا ما تقلقش، الدنيا مش سايبه، وده احساس مرعب جدا لانه بيديك وهم انك فهمت القصه، يبقى المره الجايه تبقى متوقع وسابق الحدث وفاهم اللي بيحصل. لكن الحقيقه القاسيه شويه ان الكوره ما بتشتغلش كده، ميسي نفسه كان ممكن يخسر البطوله وقصتك الجميله دي ما يبقاش ليها اي وجود، والخطوه الاولى كانت اهي هنا. الفرق الوحيد ان النهايه اللي حصلت خلتنا نرجع ندور على اسباب منطقيه تريحنا، والمفارقه بقى ان وهم السيطره ده بيخلي الناس تحس بعد البطوله انها اذكى مما كانت عليه قبل البطوله، مع ان كل اللي حصل ان احنا عرفنا النتيجه وبس. ولو شلنا الارجنتين شويه من الصوره وبصينا لنفسنا هنلاقي الموضوع اكبر من مجرد كوره، واكبر من ميسي، واكبر من كاس العالم. احنا كبشر بنحتاج القصص علشان نعرف نعيش، بنحتاج نحس ان الاحداث معنا، وان التعب مش بيروح على الفاضي، وان السقوط ليه لازمه، وان النهايه السعيده لازم يسبقها وجع. علشان كده قصه الارجنتين في 2022 مسكت فينا قوي، مش لانها قصه كرويه عظيمه بس، لا لانها قريبه من قصتنا، لانها شبه حياتنا شويه، كل واحد شاف نفسه فيها، في الشك، في الوقوع، في فكره ايه ده يمكن في فرصه تانية. فاحنا ما صدقنا نربط الاحداث ونخلق سرديه تقول ان كل حاجه عدت كانت ضروريه، وان كل الم ليه سبب، وان النهايات الحلوه ما بتجيش كده. بس الحقيقه اللي صعب تتقبلها ان الحياه زي الكوره، مش دايما عادله، احيانا بتكسب من غير قصه، واحيانا بتخسر رغم ان القصه كانت جاهزه. احنا ما عملناش قصه الارجنتين علشان نفهم الكوره، احنا عملنا قصه الارجنتين علشان نفهم نفسنا، علشان نطمن ان الفوضى ليها معنى، وان الصدفه مش هي اللي بتحكم كل حاجه، حتى لو ده ما كانش صحيح معظم الوقت. الكوره حلوه علشان فيها قصص، وعلشان احنا بنحب نحكيها ونرجع لها ونشوف فيها معاني اكبر من ال90 دقيقه. لكن المشكله ما بداتش مع القصه، المشكله بدات لما بقيت تخلط بين القصه والحقيقه. مش كل حاجه شبه حاجه يبقى دي سبب دي، ومش كل نهايه عظيمه يبقى تاريخها مكتوب. الارجنتين ما كسبتش علشان التاريخ قرر يبتسم، الارجنتين كسبت علشان هي في اوقات كتير اختارت الصح. والباقي ده يعني انا جايبه من عند امي؟ ايوه، لان الباقي ده احنا اللي حبينا نحكيه، بس ده مش علشان احنا فاهمين الكوره غلط، لا ده علشان احنا بنحب نحكيها حلو. السلام عليكم.